ها اكل مو صحي. ها والله في واحد قاعد ياكل. فوال حلو. فوال حلو مطعم. لا بالله روح له، شوف ذا بنصور احنا من ورا. وانا كذا وجهي. إيه. يلا روح له. امسك. السلام عليكم. كيف حالك يا باشا؟ كيف امورك؟ عادي اجلس؟ بعد قلبي. ايوه كيف امورك؟ بعد قلبي. وش امورك؟ عساك طيب؟ اكل بعد الله. ان شاء الله باكل، بس انا بغيت انصحك انا صراحه. بغيت انصحك. صحني؟ ايوه حبيبي. الاكل اللي زي كذا ابدا مو صحي. غير الصحي؟ ايوه مو صحي. انا انسان خبير في قسم التغذيه الصحيه والنسل. الاكل اللي زي كذا يسبب لك عرفت تهيج في المعده. ايه فممكن ياثر عليك عرفت. فالاكل اللي زي كذا ما احس انه مناسب، فهمت؟ ادخل اكل معك. فاذا اكلت منه كثير يسبب لك تهيج. ما ينصح. والله قد ما بقدر بخفف الاكل ده. لا حاول انك تخفف مره. انا بالنسبه لي ما اكله ابد. الاكل اللي زي كذا مستحيل اكل. هو جامد صح، بس مستحيل انك انت تاكل شيء زي كذا. مستحيل انك تاكل شيء زي كذا، بالذات مع الفلفل. ايش؟ مش حل حار. مش حار يا ابني. البصل بقى اضرب. خلاص هذا مضر جدا. يبدا نفسيته حلوه يا عمي. الاكل زي كذا والله نفسيته حلوه، يسبب لك التهابات داخليه. اي والله. اصلا الله يسعدك يا حبيبي. يا اخي والله شكرا على نفسيتك الحلوه. اي والله. نزل لنا 2 فول يا باشا. يا سلام. هذا الفول فكرني كنت في دبي كنت قلت لك كل الاكل. هذا اول مره تاكلها صح؟ طيب ذوق هذا الفول. هذا فول مشكل بيض مع جبن. بيض مع جبن. ده مضر بالصحه خلي بالك. هذا طامه كبرى. هذا مو صحي خالص. مش صحي خالص. احذر احذر. يا جماعه احذروا، هذا مضر بالصحه. هذه المهمة اللي سويناها معك نبغى تفتحها بس. اسحب علي. اسحب بسم الله. اي بسم الله. الله اكبر عليك يا محمد. ربنا يكرمك يا عم. ربنا يكرمك. 900 ريال. 900 ريال ضيفه يا باشا. يا باشا الفلوس. كل تكفى عشان ما يجينا تليفونين. انت ايش؟ على مصر.